دكتورة نجلاء فتحي، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان. المكتبة الرقمية بجامعة حلوان تم إنشائها من 2005، والحقيقة ابتدت الأنشطة بتاعتها تتزايد ابتداء من 2009 لما المجلس الأعلى للجامعات ابتدى يحط لها أنشطة خاصة بالفهارس الخاصة بالكليات والمستودع الرقمي والنشر الإلكتروني. وابتدت الأنشطة دي تتزايد في الفترة الأخيرة من حوالي 5 سنين لما ابتدى يدخل فيها بنك المعرفة المصري والخدمات اللي بتقدمها المكتبة الرقمية للباحثين وأعضاء التدريس والطلاب المنتسبين للجامعة. الورشة اللي بتقدمها المكتبة الرقمية النهاردة بتقدمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع الجامعة طبعا وإدارة الجامعة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور سيد أنديل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا. ورشة العمل على مدار يومين كانت بتغطي قواعد البيانات العالمية اللي بنك المعرفة المصري بيتيحها للمنتسبين الخاصين بالجامعة سواء كانوا طلاب أو باحثين أو أعضاء التدريس أو الهيئة المعاونة. مجموعة قواعد البيانات اللي بيتيحها بنك المعرفة المصري مجموعة كبيرة جدا تشمل الكتب، تشمل مقالات الدوريات أو أبحاث المنشورة في الدوريات، وكمان بعض الخرائط والصور. الحقيقة مصدر غزير جدا جدا ووفير لمصادر معلومات بشتى أنواعها. حتى التجارب العلمية بعض قواعد البيانات بتغطي لنا التجارب العلمية دي بشكل مكثف جدا خصوصا للكليات العملية زي كليات الطب وكليات التمريض والكليات الأخرى العلوم والصيدلة. كل دي كليات بتهتم بالمصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري وبتساعدها في إعداد الرسائل وأبحاث الترقية وبتساعدهم كمان في نشر هذه الأبحاث على منصات خاصة ببنك المعرفة المصري. الحقيقة لما أعلنت وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان عن ورشة العمل الخاصة بقواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة كان في إقبال كبير جدا جدا من الطلاب سواء الأندر جرادويت أو البوست جرادويت المنتسبين الجامعة اللي بيعملوا أبحاث ماجستير ودكتوراه أو بالنسبة لأعضاء التدريس. الحضور الحقيقة امبارح كان جماهيري، كان حوالي 400 مستمع وكان في عدد كبير جدا جدا من المنتسبين والطلاب اللي بيستفيدوا من قواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة المصري في المقررات الدراسية بتاعتهم. لأن الحقيقة في الوقت الراهن كل عضو هيئة التدريس بيهتم انه يساعد الطلاب ويشجعهم ان هم يدخلوا على مصادر بنك المعرفة علشان يعرفوا اكتر عن البحث العلمي، مش بس يبقى كتاب مقرر ويبقى ملتزم بيه من اوله لاخره بس، لا انت ابحث ودور وهات المعلومة من مصدر ثقة، هتقدر توصل بعد كده يبقى عندك خبرات ومعارف احسن من انت يبقى ملتزم بكتاب مقرر عليك وبس. وحدة المكتبة الرقمية بجانب تنظيم ورش العمل الخاصة ببنك المعرفة المصري اللي بتتعمل مرة كل سنة تقريبا، وبعض ورش العمل بتتعمل بشكل دوري في مكتبات الكليات علشان تساعد أعضاء التدريس التعرف على التخصصات الدقيقة بتاعتهم ازاي يوصلوا لقواعد البيانات الخاصة بيهم هم. بجانب كل ده وحدة المكتبة الرقمية بتشتغل في نشاطات كتير، منها قياس نسبة الاقتباس بالنسبة لرسائل الماجستير والدكتوراه، بالنسبة لأبحاث الترقية. كمان بنشتغل في فهارس مكتبات الكليات بنعمل لها ميكنة، يعني بنرفع المقتنيات الموجودة في المكتبة من كتب ودوريات ورسائل علمية على منصة اتحاد الجامعات المصرية. دكتور محمد رائد، مدير إقليمي للذكاء البحثي. الفعاليات بتاعت النهاردة احنا بنشارك فيها كجزء بنساعد الباحثين من جامعة حلوان، وده كان جزء من تور كبيرة من مجموعة دورات كبيرة في جميع الجامعات المصرية. ازاي نقدر نساعد الباحثين ان هم يعرفوا يخططوا الأبحاث العلمية بتاعتهم ويستندوا لمعلومات قبل ما يبتدوا يخططوا الأبحاث بتاعتهم.
طبعا لازم يكون في قواعد بيانات كبيره عالميه بيعتمدوا عليها عشان خاطر تديهم معلومات عن الريسيرش اللي بينتج من كل حته في العالم، وازاي يقدر يشاركوا بالابحاث بتاعتهم ان هم يضيفوا للمجتمع ويضيفوا للمشاكل، يقدروا يحلوا المشاكل اللي بتقابل المجتمع، وازاي ينشروا ابحاث تكون ليها تاثير على المجتمع كويس جدا. طبعا احنا وجودنا هنا طبعا بالتعاقد مع بنك المعرفه المصري. بنك المعرفه المصري بيقوم بدور كتنسيق ما بين كل الجامعات المصريه وكل النشاطات اللي بتقوم بها الباحثين، وبتحاول ان هي تساعد الباحثين وتبسط لهم المعلومه علشان خاطر يقدروا يطلعوا ابحاث علميه قويه ومستوى عالمي. احنا بنساعد طبعا الابحاث ديت بشكل مباشر بتاثر على التصنيف بتاع الجامعات. فطبعا من دور البنك المعرفه المصري، من دور بنك المعرفه المصري ان هو بيقدر ازاي يساعد الباحثين على المستوى الصغير على اساس يقدر يرفلكت او يقدر ان هو يعكس على تصنيف الجامعه بشكل اكبر. يعني انا اتكلمت النهارده على ازاي تقدر تستخدم قواعد البيانات الدوليه في ان انت تحلل البحث العلمي اللي بينشر من كل حته في العالم، وازاي تقدر ان انت تعرف تطلع منه معلومات تساعدك في تخطيط البحث بتاعك، من اول ايه اللي هي المواضيع العالميه اللي العالم كله دلوقتي مهتم بيها، اللي الممولين من حوالين العالم بيبتدوا يركزوا ان هم ينشروا في المواضيع ديت، او ان هم يمولوا المواضيع العلميه اللي هي ذات اهميه مجتمعيه ودوليه. ازاي يقدر يتعرف على مين هم الاساتذه العالميين او اللي هم الاكسبرتس في المجال بتاعهم اللي هم بيشتغلوا من كل حته في العالم، على اساس نقدر نحدد التحالفات بتاعتنا ونختار التحالفات اللي احنا اللي الجامعه بتقوم بيها او اللي الباحثين بيقوموا بيها على اسس مبنيه على الداتا، ويكون في داتا بتسبورت القرارات اللي بتتاخد. برضو ناقشنا قواعد بيانات مهمه جدا، وهي بتساعد الباحثين على ان هم يدوروا على التمويل بقى نفسه، ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في التمويل بتاع المشاريع. ففي ناس كتير ممكن ما تكونش عارفه ان في قواعد بيانات بتساعد الباحثين ان هم يلاقوا الممولين وفرص التمويل المناسبه ليهم، بس هم يدوروا. فكره ان احنا نساعد الناس ان هم يزودوا المشاريع المموله من الجلوبال فاندنج ايجنسيز اللي هم الممولين العالميين، عشان خاطر يقدروا يصرفوا على المشاريع بتاعتهم، المشاريع البحثيه طبعا. دكتورة رشا شحاتة، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، عضو هيئة تدريس بقسم البيانو والمصاحبة. أنا حضرت النهاردة ورشة عمل بعنوان بنك المعرفة المصري، ودي مش أول مرة أحضر فيها الورشة ديت. بصراحة الورشة كانت رائعة جدا وبناءة جدا وفيها استفادة كبيرة جدا، وأحلى حاجة فيها إن جامعة حلوان ورئيس جامعة حلوان الأستاذ الدكتور سيد أنجيل بيدعم هذه الورش ده دوما في الكلية وفي الجامعة، وأنا بحضرها هنا في الجامعة بمناسبة إن هو كمان قال إن إحنا أغلب البحوث المصرية منتشرة على المجلات والجورنالز الأجنبية، ولكن هو بيدعم إن إحنا نخلي المجلات والجورنالز ديت بدل ما إحنا تبقى حاجتنا نظري نخليها عملي وندخلها في الإطار التطبيقي. وكمان إحنا هنا جينا حضرنا الورشة علشان نشوف الفاندنج والبحوث الممولة، وإزاي إن أنا أعمل بحث ممول من الخارج، وإزاي أعمل بحوث تبع الSTDF، إن أنا بعمل فاندنج مع جامعات وانستتيوشن جديدة مع غير جامعتي
بتبقى في كواليبريشن مع جامعتي وجامعه اللي هي طبعا جامعه حلوان والجامعات الاجنبيه الاخرى، ودي بتبقى فيها استفاده كبيره جدا، بتوفر تمويل وتوفر الواحد ان هو بيتعلم اسلوب جديد في كتابه البحوث وتطبيقها، وازاي بنشوف العالم كله، بنواكب العالم ونبقى في ابديت بكل المعلومات الجديده. طبعا بنصح كل الباحثين ان بنك المعرفه متوفر لكل اعضاء هيئه التدريس وطلبه الجامعه، حتى كمان اللي هو ملوش ايميل جامعي بيبقى خارج الجامعه برضه يقدر يخش ويتابع البحوث ديت، ويقدر ان هو يشارك ويقدر يشوف الابديت في كل مكان هو عاوزه، بتزيد معلوماته وبتزيد من الشيرنج بتاعه في البحوث ديت، بتبقى اصلا يعني بحوث تنمويه وبتساعد الباحث على ان هو يبقى ابديت بكل جديد وكل ما هو نافع ومفيد. طبعا الورشه دي استفادتها استفاده كبيره جدا واستفاده يعني مفيده لكل الباحثين والدارسين، وكمان بتساعد باحثين الماجستير والدكتوراه في ان هم يشوفوا البحوث بتاعتهم موجوده على جورنالز دوليه، وبتاخد بيبقى فيها رانكينج للجامعه، ويبقى فيها هو عنده كمان نوع من انواع السايتيشن، وبتبقى الموضوعات شيقه جدا ورائعه، وفي نفس الجانب ان هو بيبقى مواكب الحاجات الحديثه تبع الاساليب العلميه الحديثه في البحث العلمي، وبيقدر الباحث كمان ان هو يشارك مع جامعات اخرى في البحوث بتاعته، في طبعا البحوث البينيه، ودي طبعا تعتبر اللي هي بيسموها ترندي دلوقتي، ان هو البحوث البينيه ما بين المجالات الاخرى مثلا زي الموسيقى والطب النفسي، الموسيقى والحاجات اللي هي ليها علاقه مثلا بالسيكولوجي، فدي بتبقى بحوث اسمها بحوث بينيه، والبحوث البينيه تعتبر هي ترند بالنسبه للباحثين. طبعا انصح كل واحد باحث او طالب في دراسات عليا او طالب في الكليه ان هو يشارك في بنك المعرفه، وان هو يعمل لنفسه ايميل تبع بنك المعرفه، ده بيفيده بمعلومات، حتى لو هو بيحب الاطلاع والثقافه ان هو يقدر يطلع على ثقافه بلده، ثقافه اي معلومه هو عاوز يجمعها، وان هو يشوف هو يعني مدى دقه هذه المعلومات، بتبقى دقيقه جدا، بتبقى معلومات كلها موجوده من A to Z، فبالتالي بيبقى الانسان مستفيد جدا ثقافيا علميا. كمان ان هو لما يجي يعمل بحث علمي في الماجستير او الدكتوراه ما يبقاش البحث مكرر او بيحصل له بلاجيزم، فبالتالي هو يبقى بيشوف البحوث اللي بتتكلم في نفس النطاق العلمي بتاعه، او البحوث اللي هي بتتناول المعلومات العلميه اللي هو عاوز ينطلق من خلالها، فبيبقى عنده ابديت بكل جديد في هذا المجال. مريم هاني صنباوي، مدرس كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان. بداية أنا بحيي رئيس الجامعة وبشكره جدا جدا على الدورة المتميزة دي، الأستاذ دكتور السيد أنديل، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ دكتور عماد أبو الدهب، وكل القائمين على الورك شوب المتميزة والفعالة جدا جدا المؤثرة الحقيقة في كل الأبحاث العلمية اللي احنا بنقوم بيها. النهارده كان حاضر لفيف كبير من اعضاء كثيره من اعضاء التدريس والطلبه، الحقيقه كلنا استفدنا استفاده جباره في اليوم الاول اللي هو امبارح واليوم الثاني النهارده من ورك شوب يكون فيها برامج متميزه جدا سواء للطلاب سواء لاعضاء التدريس، واحنا على المستوى الاخص عضو هيئه التدريس بيحتاج ان هو ينمي قدراته عن طريق ان هو يعرف برامج جديده تمكنه ان هو يقدر ينشر ابحاثه دوليا وعالميا. دي طبعا كانت بتبقى فيها صعوبات كتيره، وده كان حقيقي بيواجهنا بشكل مؤثر جدا خلال السنوات اللي فاتت. دي اول مره بالنسبه لي انا كعضو هيئه التدريس ان انا احضر دوره متميزه بالشكل الجميل ده. قائم التنظيم كله رائع، حتى المتكلمين من كل مجله دوليه كان ليهم تاثير واضح، ويعني بيدخلوا شارب دايركت على الموضوع اللي احنا محتاجينه في تنميه
المعلومات الخاصه بينا، ازاي ان احنا نتواصل مع الجورنالز الدوليه، وازاي ان احنا ناخد برامج من عندهم، كورسز، في كورسز مجانيه، في كورسز بفلوس، ازاي ان احنا نقدر نفرق بين الجورنالز اللي بتضحك علينا او تقول بالبادجت معينه وتطلع في الاخر بعد ما ننشر نيجي للترقيات مثلا على عضو هيئه التدريس نلاقي ان المجله دي مش موجوده اصلا، ملهاش اي صفه. فطبعا دي بتبقى ناتجه عن ان مفيش وعي عن المجالات الاخرى اللي المفروض ان احنا ننشر فيها كدوليا، طبعا مش بتكلم داخليا او عربيا. فانا الحقيقه بشكر جدا كل القائمين على الموضوع، واتمنى ان انا احضر في الدورات اللي جايه ويتم ترشيحي مره اخرى. بنصح كل طلابي ان هم يجوا يحضروا الدورات التدريبيه المهمه زي الورك شوب اللي احنا كنا بنتكلم وبناخد فيها معلومات حلوه النهارده، لان عصب التعليم هو الابحاث العلميه، لان كل دوله بتتعرف معلوماتها وتتعرف خبراتها وخبرات الدكاتره اللي فيها، والابداعات والابتكارات مش بس اللي على المستوى البحث العلمي، على كمان مستوى الابتكارات. ويعني بيبقى في مثلا طلبه عندهم افكار حلوه جدا متميزه، بتبقى ابداعات وابتكارات بتبقى محتاجه سبونسرز، فبنعرف السبونسرز دول منين؟ من خلال اكيد الورك شوب المتميزه اللي بتبقى موجوده، زي ما بيعرضوا علينا دلوقتي برامج متميزه جدا زي السيفير مثلا، زي الجورنال بتاع ساج، وطبعا كتير منهم من الاساتذه المتواجدين معانا واتكلموا واستفادوا جدا في برامج متخصصه في جميع مجالات الحياه، مش في مجال تكنولوجيا التعليم على وجه التحديد يعني. فبالنسبه لي انا طبعا هنقل التجربه الفريده دي لكل طلابي في كل المراحل اللي انا بقوم بدراستها خلال هذا الترم. أنا دكتور محمود فوزي، مدرس تكنولوجيا التعليم والمعلومات، كلية تربية جامعة حلوان. مبدئيا بشكر السيد الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب على تنظيم الورك شوب أو الإيفنت بتاع النهاردة، والقائمين على المجلس الأعلى للجامعات على حسن التنظيم. وكان موضوع الورك شوب النهارده عن استخدام بنك المعرفة المصري واستخدام الانترناشونال داتابيزز اللي هي قواعد البيانات العالمية. بصراحة الموضوع كان مهم جدا على نطاق البحث العلمي، مش بس لينا كأعضاء هيئة التدريس، لا للباحثين في قطاع الدراسات العليا وأي حد مهتم بالبحث العلمي، لأن طبعا البحث العلمي مش هنقول اللي هو مهم، لا ده ضروري طبعا، مش في قطاع التعليم او الهاير اديوكيشن بس، لا ده كمان في القطاعات المختلفه، في قطاعات الصناعه، في قطاعات الصحه. ده طبعا مهم جدا لان طبعا اي نقطه بحثيه بتبقى او فكره جديده دي بتخدمني في المجالات المختلفه. طيب احنا استفدنا ايه او كانت ايه اهميه الورك شوب عن قواعد البيانات وبنك المعرفه المصري؟ طبعا اتعرفنا على قواعد بيانات مختلفه زي الويب اوف ساينس والسكوبس، والحاجات دي طبعا بتزودني او بتخليني ابديتد للابحاث المنشوره في اللايف ساينس او في السوشيال ساينس، اذا كنت هتكلم على القطاعات الطبيه او القطاعات الهيومانيتيز التربويه. طبعا الداتابيزز المختلفه طبعا عن طريق بنك المعرفه المصري بيقدمها فور فري بالنسبه لاعضاء التدريس والطلبه الباحثين في قطاع الدراسات العليا. بنقدر ان احنا نطلع على الابحاث الجديده في مجالاتنا التخصصيه، بنقدر ان احنا بيقدموا لنا كل السبل لتسهيل عمليه النشر الدولي، لان طبعا النشر الدولي ده بيساعد على رفع الرانك بتاع الجامعه بتاعتنا او رفع التخصصات بتاعتنا. تاني حاجة برضو كانت مهمة جدا في الورك شوب النهاردة، ان في الجمل امباسادور او اللي هم الانترناشونال تريني، المدربين بتوع قواعد البيانات ديت، وعلموا الطلبة بتاعتنا والباحثين اللي لسه في اول المشوار ازاي ان هم يبدأوا في البحث عن
العناوين او الكونسبت بتاعه البحوث العلميه. فبصراحه يعني انا بشكر طبعا كل القائمين على تنظيم الورك شوب النهارده. معاكم جينال حسن، باحثة علمية من كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان، قسم دراسات سياحية. النهارده كان يوم مميز جدا لأننا استفدنا كتير جدا من بنك المعرفة والورك شوب، وطبعا استفدنا من كل اللي كانوا حاضرين ومشاركين معانا. وطبعا نشكر رئيس جامعة حلوان بالأخص لأن هو قدر إن هو يعمل لنا حاجة زي كده في الجامعة، إن احنا نفضل بشكل مستمر ان احنا نعمل ابديت لمعلوماتنا وابديت للحاجات اللي احنا نقدر نستفيد بيها، ان هي الحاجات دي بتشاركنا جدا وبتسهل علينا الابحاث العلميه، ان احنا نقدر نوصل المعلومات بتاعتنا بسرعه ونقدر نخلي البحث بتاعنا يقدر يطلع بشكل مميز وبشكل صح، ما يكونش فيه اخطاء، ما يكونش فيه اي حاجه من الحاجات دي. بالنسبه للبحث بتاعنا ان هو بيقدر من خلال بنك المعرفه بيطلع معانا بشكل مميز، وبنقدر ان احنا نحط فيه كل البوينت الناقصه اللي احنا نقدر نوضح بيها بنسهل على اللي يجي من بعدنا يعمل الابحاث دي، بنقدر نضيف له على قد ما نقدر. من خلال بنك المعرفه قدرنا ان هو بيوصل يعني لينا المعلومات بشكل اسرع واسهل، وبيضيف لنا حاجات كتير. يعني انا كباحثه علميه لما بقدر ان انا اخش على بنك المعرفه بقدر استفيد بشكل مبهر جدا وبشكل جميل جدا وكمان علمي، يعني مش اللي هو اي حاجه وخلاص، لا ده بشكل علمي جدا وبشكل بروفيشنال جدا، وبقدر ان انا اطلع على اي دوله واي مجله او اي جورنال من جميع انحاء العالم بشكل عملي وعلمي جدا، ان انا اقدر استفيد منه. فدي حاجه فادتني في ابحاثي او كمان هتفيدني وهتفيد اللي بعدي وهتفيدنا على مدار السنين اللي جايه ان شاء الله. واتمنى ان الندوه دي كل فتره انها تتعمل، لان كل مره بتضيف لينا بعض بتعمل ابديت لمعلوماتنا وبتعمل ابديت لكل حاجه احنا بنقدر نضيفها يعني للابحاث بتاعتنا. أنا اسمي إسلام أشرف عبد الحكيم، طالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة حلوان، قسم علم المكتوبات والمعلومات. النهارده احنا في ورشة بنك المعرفة المصري، وأنا كنت حريص إن أنا أحضر عنها كل سنة عن طريق دكتورة نجلاء فتحي، الدكتورة الخاصة بينا، وهي كل سنة احنا بنكون من أوائل الناس اللي بتكون حريصين عليها، لأن هي عرفتنا كتير عن البحث وريسيرشز وإزاي نعملها، وإزاي نكون إن احنا نعرف ناشرين كتير زي إلسيفير وزي سيج، ودي ساعدتنا في ان احنا نعمل تكليفاتنا ونعرف اكتر عن البحث العلمي، وازاي لما نتخرج ونبقى يعني اعضاء هيئه تدريس او اصحاب ماجستير ودكتوراه ان احنا نعمل اكتر فيها. ثالث سنه احضرها، انا بحضرها من سنه ثانيه، ودي ساعدتني في مجال المكتبات والمعلومات ان انا اعرف اكتر عن الناشرين الخاصه بمكتباتنا في جميع انحاء العالم مش في مصر بس، لان في زي السيج والسيفير دول اكتر اتنين انا استفدت منهم، ودول كانوا بيتكلموا عليهم، وجواهم حاجات اكتر من كده كتير. لو في وقت يسعني ان انا ممكن اقول اكتر من كده. هو انا شاركت باكتر من بحث، بس هم للاسف مش معايا دلوقتي، لو كانوا معايا كنت وريتهم لحضرتك، وكلهم برضك بيتكلموا عن مجالنا واكتر من مجال اخر زي علم النفس وعلم الاجتماع.